صباح الورد يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ فيديو النهارده فيديو جميل هيعجبكم قوي. كان نفسي اخدكم معايا السوق واوريكم الاسعار بقت نار يا جماعه، بس معرفتش اصور وانا لوحدي. المره الجايه باذن الله. دلوقتي هوريكم المشتريات اللي انا اشتريتها، هي مشتريات بسيطه جدا، لان انا كنت نازله معيش غير 200 جنيه مفكره بقى ان انا هشتري بيهم حاجات. طبعا لقيت الاسعار يا جماعه منقوله نقله جامده جدا، فحاولت ادبر اموري، وطبعا كلنا بنحاول نتصرف، والست المصرية ما فيش أشطر منها. جِبت كده كيلو طماطم أمشّي بيه دنيتي، ومعايا كمان ربع كيلو فول نابت ب10 جنيه برضه، والطماطم كانت ب10، وطبق الجبنة دوّة ربع كيلو براميلي ب35. قُلت كده أمشّي يوم كده شوية حتة جبنة، على طبق فول، على بيضاية، وأهو يوم ويعدّي. وطبعًا لا غنى عن الدقيق، ما فيش بيت يستغنى عن الدقيق. جِبت كيلو يا جماعة، اتفاجئت لقيته ب24 جنيه. أنا يعني من يومين كان ب20، مش فاهمة ليه، بس أهو ربنا يعيننا. وجِبت، كان الولاد طالبين منّي أكلة سمك كده يا ماما جميلة ومحترمة وفيها بقى جمبري، عايزين بقى أكلة من اللي هي بتاعة المطاعم. طَب أجيب منين يا جماعة جمبري في الأيام الجميلة دي؟ بس قُلت برضه أتصرّف. رُحت لقيت عند بتاعة السمك شوية سمك المكرونة ده، وده السمك المُنقذ بالنسبة لي لمّا الدنيا بتبقى مزنّقة معايا. السمكية دي يا جماعة سمكية وسط كده جميلة، سعرها حلو، وبتفرُط معاكِ في العدد. يعني في الكيلو بتلاقي بتعمل معاكِ عدد، فممكن تدّي لكل مثلًا طفل أو كل ابن ليكِ، يعني مثلًا قطعتين سمك أو وحدتين سمك كده، جميل أوي. وجِبت طبعًا الجمبري اللي هو الصغير ده اللي بنحطه في الرز. طبق الكيلو فيه ب60، فجِبت نُص، قُلت مش مشكلة، هُم كان نِفْسهم في جمبري، فإحنا يا جماعة نجيب مش ده مش جمبري برضه، هو جمبري. مش لازم يبقى كبير، أنا جِبت جمبري وخلاص بس. فهو التصرُّف إنِّك تجيبي لهم اللي نِفْسهم فيه، والله كبير، صغير، هو جمبري والّا مش جمبري، جمبري. وجِبت كمان بسارية نُص كيلو كده، قُلت أعمل برضه ليكم أكلة كده جميلة نعملها مع بعض في مرّة تانية. النُص كيلو عمل 12 جنيه، فأنا لمّيت دنيتي كده بال200 جنيه يعني. هنبتدي كده ننضّف السمكية بتاعتنا، تنضيفها سهل جدًا، ما باحبش أنضّفها عند بتاع السمك، لإنها بتتهري أوي يا جماعة، ما بتستحملش، وهُم بيهروها بأمانة يعني. فأنا أنضّفها هنا بمعرفتي. نضّفتها، بيبقى قشرتها بسيطة جدًا من على الوش، وتبدئي تفتحيها كده تبقى زي الفل قشطة كده زي ما أنتِ شايفة، وبتشيلي الراس بتاعتها، بتصفّيها كويس جدًا وترصيها في طبقِك. هنا بقى جبنا الجمبري، طبعًا لازم تغسليه غسلة كويسة أوي، لإنه بينزّل مَيّة مش نضيفة. تحطيه كده في المصفى بتاعتِك وتنيّنيه لمّا ينزل مَيّته. على فكرة بيبقى في بعض الوحدات كده كبيرة جواه، لكن أنا مش هاسيب واحدة مش هاقشّرها. هو هيتعبِك شوية في التقشير طبعًا، بس صدقيني يعني هيطلّع لِك حبة مش وحشين. وبرضه يا جماعة هارجع وأقول تاني، معلش باعيد الكلام، جمبري ده والّا مش جمبري؟ جمبري. هننضّفه كويس جدًا ونخلّيه زي الفل قشطة كده. وبعدين هنبتدي بقى نشتغل في وصفاتنا، نعمل خلطتنا بقى اللي إحنا هنشتغل بيها في كل الوصفات. الخلطة بتاعة السمك اللي إحنا عارفينها. هنا أنا كنت باورّيكم بيتقشّر بمنتهى السهولة على فكرة، ما تقلقيش. هنا كانت إيديّا باشت من كتر المَيّة يعني بأمانة. هنبتدي في وصفتنا في حدود 8 فصوص توم، معاهم كمون وكزبرة وشوية شطة وشوية الملح الحلوين على حسب كمية السمك. واحدتين فلفل كده، واحدة حمرا وواحدة خضرا أو الخضر اللي موجود عندِك. هنضربهم كده في الكبة مع التوم وشوية التوابل، ونحط الليموناية الجميلة، تكون ليموناية كبيرة كده حلوة. آمم ونعصرها، وكده الوصفة دي يا جماعة هتتنّيها في الطبق كده معاكِ، بتحطّيه على السمك، بتحطّيها على الشوربة، بتحطّيها على الرز. أنا باستخدم في السمك دايمًا، أكلات السمك الوصفة دي بتبقى يعني ماشية معايا في كل حاجة. هنبتدي كده نضبّط السمك بتاعنا ونتبّله زي ما أنتِ شايفة كده كويس جدًا، عشان نسيبه بقى يتشرّب كده التتبيلة بتاعته ويبقى زي الفل، على ما نعمل شوية رز صيادية كده جميل. أنا كنت عملته معاكم قبل كده، لكن برضه هاعمله معاكم كده على السريع، على ما السمك بتاعنا يتشرّب كده التتبيلة ويبقى زي الفل. هنجيب كده بصلاية، البصلاية اللي موجودة عندِك أي بصلاية، طبعًا السمك بيحب البصل، لكن يا جماعة البصل غالي جدًا. بصلاية واحدة بتخلّي الرز زي الفل. هنبدأ طبعًا بنغمّقها شوية يا جماعة عشان رز السمك كده يبقى زي الفل ولونه حلو. ونحط كده جزرتين صغيّرين أو جزراية كبيرة، ونحط طبعًا التتبيلة بتاعتنا زي ما قُلت. بنحط معلقة حلوة كده منها على الرز، وطبعًا بنملّحه.
يعني التتبيلة ما بتكفيش، لازم نحط ملحنا كده الجميل، ونبدأ نسيبها كده تغلي وتتكتك مع نفسها، وبعدين نغسل الرز بتاعنا وننزّله تمام، وبعدين هنا أنا هاقلّبه وأحط صباعي كده فيه، عشان في ناس يا جماعة ما بتعرفش مَيّة الرز يا جماعة هي عُقلة الصباع فوق الرز، يعني لازم المَيّة تبقى على قد عُقلة الصباع فوق كمية الرز بتاعتِك، بس كده أنتِ رُزِّك تمام هتغطّيه يغلي، تروحي موطّية عليه بقى خالص على الهادي وتروحي راكناه على جنب كده يستوي مع نفسه. هنا هنبدّر السمكية بتاعتنا بالدقيق زي ما أنتِ شايفة كده، هنبدّرها كويس جدًا ونركنها، ويا ريت تبقى سمكية واحدة جنب واحدة مش على بعض عشان ما تشربش الدقيق بتاعها. ماشي يا جماعة، ونسيبها برضه كده إحنا بدّرناه كده هو واقف على القليّة. المكرونة يا جماعة أو سمك المكرونة ما بيتعملش غير المقلي بس، ما بيتعملش في صينية. هنا هنبتدي نجيب حلتنا الجميلة ونحط شوية الزيت أو حتة الزبدة أو السمنة، ونبدأ نجيب بقى قشر الجمبري بتاعنا اوعي ترميه، وصفتنا بتاعة الشوربة هتتعمل بيه، ماشي؟ هنبدأ نقلّب كده القشر بتاعنا تقليبة جميلة كده كويس جدًا، هتلاقي لونه غيّر معاكِ تمام، وهنبدأ نحط معلقة برضه كبيرة من الخلطة بتاعتنا. دلوقتي دي يا جماعة بواقي البصل أنا باركنه يا جماعة، يعني بتبقي بتبشري بصلاية بتتبقى الحتة الأخيرة اركنيها لوصفات الشوربة، شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة جمبري، تحطيها فيها، ماشي يا جماعة؟ البصل غالي ما ترموش أي حاجة في البصلاية. هنا هنحط بصلاية برضه كبيرة نقطّعها أي تقطيع ما فيش مشكلة، كل ده هيتضرب في الخلاط. ونحط 3 فصوص توم، جزراية أو جزرتين يا جماعة حلوين، طماطمتين، قرن فلفل كده كبير، ونروح مشوّحينه كده التشويحة التمام مع قشر الجمبري، تمام، ونفضل كده نشوّح يا جماعة لمّا الريحة تطلع، ونحط معلقة كبيرة من الخلطة بتاعة التتبيلة اللي إحنا قُلنا هتمشّي معانا طول الوصفات. هنبدأ نقلّب هتلاقي الريحة يا جماعة دلوقتي عالمية. هنبتدي نشوّح كده، نشوّح لغاية ما الريحة تطلع، هتبدئي في اللحظة دي تنزلي بقى بشفشق المَيّة المحترم تمام، على الشوربة بتاعتِك. بُصّي هتحسّي خلاص إن أنتِ كده عايزة تشربيها يعني، من منظرها ومن ريحتها. كده هنسيبها تتضبّط مع نفسها خالص لغاية ما الخضار بتاعِك يتهري، كإنِّك عارفة شوربة العدس، أول ما تلاقي خضارِك يتهري، ارفعي على طول على الخلاط بتاعِك وابدئي اضربيها الضربة المحترمة، اضربيها ناعم بعد إذنِك كتير، اضربيها ناعم جامد يعني. وبعدين هنبتدي نصفّيها، واوعي الحاجات اللي في المصفى تُقع في الشوربة بتاعتِك عشان الشوربة ما تبوظش. هنصفّيها كويس جدًا وبالراحة لغاية ما تتصفّى، وبعدين هنخش نكمّل وصفتنا. هنحط في الحلة بتاعتنا معلش يا جماعة أنا آسفة عندي برد، شوية الزيت أو السمنة، وبعدين هنبدأ نشوّح فيها الجمبري تمام، نشوّح الجمبري جدًا هيبدأ لونه كده دلوقتي يغيّر كده. هيبتدي لونه يغيّر يا جماعة، نبدأ نشوّحه كويس جدًا، ونحط المعلقة بتاعة الخلطة السحرية بتاعتنا برضه على الجمبري بتاعنا، ونبدأ نشوّح تاني، تمام، وبعدين هننزل بشوربتنا الجميلة اللي إحنا كنا لسه مصفيينها ومخليينها ناعمة وجميلة، هننزل بيها على الجمبري بتاعنا، وكده الشوربة بتاعتنا يا جماعة جاهزة، ما فيش غير شوية التوابل اللي أنتِ هتضبطيها بيها، هتحطي لها شوية الكمون، تحطي لها الكزبرة الناشفة، تحطي لها معلقة بابريكا كده تضبط اللون، تحطي لها شوية الفلفل، شوية الملح، لغاية ما تحسي إن طعمها بقى زي الفل. عندِك طبعًا توابل سمك حطي، أنا ما باستخدمش توابل السمك خالص، ماشي؟ هنبتدي نقلِّب كده، كده أول ما تغلي تطفي على شوربتِك وكده شوربتِك جاهزة على التقديم. هنا أنا كنت بادوقها وكانت طعمها تحفة، هاسيبها تغلي وبعدين أطفي عليها. هنا هنبتدي بقى خلاص إحنا كده خلّصنا ورُزّنا طفينا عليه، هنبتدي نجيب رغيف ونُص من العيش البلدي كانوا متبقيين عندي، حطيت عليهم كوباية مَيّة سخنة لمّا طريوا وهابدأ أضربهم في الخلاط، عشان بعد ما أضربهم كويس جدًا في الخلاط هانزّلهم على نُص كوباية طحينة، عليها معلقة كمون، معلقة فلفل، معلقة صغيرة طبعًا من معلقة الشاي، معلقة كمون، معلقة فلفل، شطة، كزبرة، ومعلقة الملح طبعًا الجميلة بتاعتِك تملّحيه، وتبدئي تنزّلي عليه العيش المضروب في الخلاط، وتنزلي عليه بشوية مَيّة كده عشان يفُكّهم لو أنتِ حسيتِ إن هو تقيل. أنا كان تقيل فنزلت بشوية مَيّة. نضربهم، وطبعًا كمية الخل اللي بتربط معاكِ ال الطحينة، ماشي يا جماعة؟
هنبتدي كده نضبّط طبق الطحينة بتاعتنا، ونبدأ نحُط عليها شوية الشطة والكمون والفلفل، ده كده ديكور تحطّيه بقى بمزاجِك. أنا باقول لِك اللي أنا باعمله دايمًا، دي طريقتي على طول في تقديم الطحينة يعني ماشي؟ شوية كمون وشوية فلفل وشوية شطة، بتبدئي توزّعيهم كده بطريقة بيعملوا لِك شكل جميل أوي في الطبق، كده طحينتنا جاهزة تحطّيها على سفرتِك، وعملنا السلطة الخضرا وعملنا الرز وعملنا الشوربة، ما فاضلش غير تحمير السمك. طبعًا حركة المَيّة دي يا جماعة أساسية عندِك في أي قلية سمك يا جماعة، قبل ما تنزلي بيه في الزيت تكوني منزّلاه في المَيّة. ليه يا جماعة؟ الحركة دي بينزّل معاكِ الدقيق الزيادة. أي ذرة دقيق زيادة بتنزل معاكِ في المَيّة ما بتحرقش الزيت بتاعِك، بتفضل السمكاية اللي أنتِ محمّراها في الأول زي آخر سمكاية أنتِ بتحمّريها. دايمًا في ناس بتشتكي تقول لِك آخر سمكاية دايمًا تبقى سمرا، مش متحمّرة كويس، مش مضبوطة. طبعًا ليه؟ لإن الدقيق اللي بينزل يا جماعة بيحرق الزيت، بيحروقه، بيسمّره. تمام يا جماعة؟ فإحنا هنا بننزل في الزيت تمام، زي ما أنتم شايفين كده، الزيت هتلاقيه صافي، صافي، لإن إحنا نزّلنا كل الدقيق الزيادة في المَيّة. بُصّي منظره تحفة، وتلاقي الزيت بتاعِك صافي ونضيف، ممكن تقلي بيه مرّة كمان على فكرة، لكن أكتر من مرّتين بلاش يعني. هنا أنا باقلب دايمًا حلة الرز بعد ما باسويها يا جماعة، ما بتخلّيلكيش قعر خالص، عشان ما تفرّطيش في حبّاية رز برضه الرز غالي. يبقى دايمًا بعد ما بتسوي الرز اقلبيه على ميعاد التقديم، هتبُصّي تلاقي ما فيش حبّاية في قعر الحلة. كده إحنا خلّصنا يا جماعة وصفتنا. أنا باتأسف على البرد اللي عندي. السمك تحفة يا جماعة، مقرمش، ما لوش حل في طعمه. عايزاكِ تنفّذي الوصفات. الشوربة يا جماعة شوربة عالمية معمولة ببلاش، أكلة سمك يا جماعة معمولة ب100 جنيه، أكلة سمك معمولة ب100 جنيه، يعني ما فيش أحلى من كده.